تالت حاجة، قسمي وقتك وما تقسميش نفسك. بمعنى، صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين في احسن حال. انا النهارده عايزه اتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي ازاي احنا بنحقق اهدافنا، او ازاي اي حاجه بنحلم بيها مجرد حلم او مجرد ان هي تيجي في دماغنا نحاول نشتغل عليها على قد ما نقدر ونخليها في حياتنا ونخليها جزء من يومنا وجزء من شخصيتنا. قبل اي حاجه احنا عايزين نبقى عارفين ان احنا الشخصيه اللي عليها دلوقتي، او الحاجه اللي مضايقانا دلوقتي في حياتنا دي جزء مننا، ولازم نتقبلها جدا ونبقى موافقين عليها. فاهمين قصدي؟ يعني هو مش كلام وخلاص او مش كلام كليشيه، بس فعلا احنا لما بنيجي نتقبل حاجه معينه جوانا، او حاجه احنا طول الوقت مش راضيين عنها، او حاجه طول الوقت مخليانا فعلا مش حاسين ان احنا احسن حاجه، او مش عارفين نوصل للهدف اللي احنا عايزين نوصله بسبب ان احنا شخصيتنا كده، او بسبب حاجه معينه فينا، بنبقى مش شايفين قدامنا، وبنبقى حاسين ان هو لا، احنا مش هنقدر نحقق اي حاجه بسبب ان الموضوع ده فينا. وطبعا دي حاجه مش صح. يعني فكره ان احنا نتقبل نفسنا، وفكره ان احنا نبقى عارفين ان احنا عندنا عيوب وطبعا عندنا مميزات كده كده، وفكره ان احنا نبقى مش متقبلين اصلا المشكله اللي فينا، دي حاجه بتوقفنا بنسبه كبيره جدا، وبتخلينا مش قادرين اصلا نشوف الاهداف، او مش قادرين نبص عليها، ومش حاسين ان احنا عايزين نعمل حاجه. ففي شويه حاجات لازم نحطهم في الاعتبار واحنا جوانا بنقول لنفسنا ان احنا عايزين نحقق اي هدف. ايه هما الحاجات دي؟ اول حاجه ان هي تبقى اهداف واقعيه جدا. اللي هو واحنا في فتره الكليه مثلا، في ناس بتقول ان انا عايز اظبط السي في بتاعي، يبقى معايا لغتين، يبقى معايا خبره 3 سنين في الشغلانه المعينه اللي انا عايز اشتغلها بعد ما اتخلص، ويبقى يعني حاجات كتير قوي بيبقوا حاطينها هدف، اللي هو انا عايزه اوصل لده وانا مثلا في فتره الكليه. طب ازاي يعني؟ او مثلا الامتحان يكون بعد يومين وانا عايز اخلص 9 ابواب مثلا. فاللي هو مش منطقي، يعني بجد مش منطقي. في ناس مثلا بتقول انا عايزه اخس 25 كيلو في شهر، فبرضه ده مش منطقي خالص. ففكره ان انتي اصلا تبقي حاطه هدف بسيط كده وسيمبل ولذيذ، وانك تشتغلي عليه بكل حاجه تقدري عليها عشان توصلي له، ده بجد عامل كبير قوي قوي ان يخليكي توصلي للهدف اللي انت عايزاه. وتاني حاجه، تخيلي نفسك وانت عايشه حياه الاهداف اللي انت كاتباها دي. يعني تخيلي نفسك دايما وانت محققه كل اهدافك ومحققه كل حياتك. هل شخصيتك ساعتها هتبقى عامله ازاي؟ حياتك رسمتيها هتبقى عامله ازاي؟ انا مثلا في حاجه بتساعدني جدا، دايما بتخيل الحاجات الحلوه اللي عايزاها تحصل لي. من ناحيه ايه مثلا؟ اللي هو مثلا بعد كام سنه انا عايزه ابقى بشتغل الشغلانه اللي انا عايزاها بقالي كتير قوي، او شغلانه احلامي. عايزه ابقى بروح المكان المعين بشتري منه كل حاجه انا عايزاها. عايزه يبقى عندي صحاب بصفات معينه. عايزه يبقى شكلي مثلا حاجه معينه فيه، او جسمي، او شخصيتي. كل الحاجات دي انا بقعد اتخيلها مع نفسي كتير، وبعيش سيناريوهات مع نفسي عشان احسس نفسي اللي هو كده كده الاهداف دي جايه جايه، بس هو المساله مساله وقت ومساله توفيق من ربنا. تالت حاجه، قسمي وقتك وما تقسميش نفسك. بمعنى ان لو في حاجه انتي بتعمليها، ما تقوليش مثلا ان انا دلوقتي بشتغل، او انا دلوقتي مثلا بذاكر الحاجه المعينه اللي انا مش بفهمها خالص، ومش قادره احلها يعني من كتر صعوبتها. وانتي بتذاكريها ما تفكريش في مليون حاجه تانية عايز تعمليها. فاهمين قصدي ايه؟ اللي هو حاولي على قد ما تقدري تعملي الحاجه بنسبه كبيره قوي وانتي مركزه فيها. يعني انا مثلا دلوقتي قررت ان انا اذاكر الفصل ده، فانا دلوقتي هحاول اخلي 100% تركيزي على الفصل ده. مركزت بقى مثلا على انا هقوم اعمل ايه بعد ما اخلص، او ان الخطوه الجايه هتبقى ايه. لو مثلا انا في هدف معين كبير قوي عايزاه ان انا ادخل الكليه المعينه، ما بقاش بقى حتى 500 الف هدف تاني، وابقى مقسمه تركيزي بالنسبه لهم بنسب ضعيفه قوي. يعني اللي انا اقصد اقوله ان طالما انت بتذاكري، خلي كل تركيزك في المذاكره. طالما انت ناويه تخسي، خلي كل تركيزك في المكان ده، وقسميهم على وقتك. ما تقسميش نفسك، ما تقسميش تفكيرك. فاهمين قصدي ايه؟ اللي هو يعني ما تبقيش مشتته، ما تبقيش بتفكري في مليون حاجه في نفس الوقت وانتي اصلا مش عارفه يعني هتعمليهم ازاي. ما هو طبيعي جدا انتي لو بتفكري في حاجات كتير قوي في نفس الوقت، مفيش حاجه هتتعمل منهم بالشكل اللي انتي عايزاه. رابع حاجه، غيري المايند سيت بتاعتك، او طريقه تفكيرك عن نفسك. بمعنى انك ما تقوليش انا كام مره حطيت هدف، وكام مره جبت ورقه وقلم، وكام مره عملت كل ده، بس انا مش عارفه احقق حاجه. او ان انا زي ما بنقول كده انكتب عليا ان انا خلاص ما اعملش اي حاجه، وان انا الحاجات اللي انا عايزاها مش عارفه اوصل لها بسبب ان انا بفكر بطريقه معينه، والطريقه دي انا مش قادره اتخطاها. ده مش صح ابدا. انا مثلا لما باجي افكر ان انا عايزه اعمل حاجه،
زي ما بنقول كده باخد نفسي بالراحه جدا، يعني بطبطب على نفسي زي ما بنقول كده، اللي هو مفيش اي حاجه تستدعي ان انا اجلد نفسي واجلد ذاتي واقعد اقول لنفسي لا انت كذا انت كذا انت ما بتعمليش حاجه، انت كل مره بتعملي بتقولي وما بتعمليش. لا مفيش اي حاجه بجد تستدعي ان احنا نقول لنفسنا كده، لان بكل بساطه الموضوع ده هيديكي نتيجه مختلفه تماما عن اللي انت عايزاها، ونتيجه مش هترضيكي ابدا. هتتحولي لشخص مش واثق في نفسه وشخص مش عارف يحقق اي هدف، بسبب ان انت كنتي بتقعدي تقولي لنفسك انا مش هعرف اعمل ده وانا حطيت كام هدف وما حصلش. فده مش صح ابدا ومش صحي خالص بالنسبه لنفسنا من جوه. احسن حاجه ان احنا ناخد نفسنا واحده واحده وناخد نفسنا بالراحه، وكده كده كل حاجه انت عايزاها وكل حاجه انت مخططه لها هتحصل، بس بشرط ان انت تكوني بتعملي بناء على ده بشكل منطقي وبخطه منطقيه وبورقه وقلم وبواحد زائد واحد بيساوي اتنين، وان انت تكوني قادره تعملي ده ومهما كسلتي ومهما وقعتي في النص ومهما ملتي في النص مش مشكله. كلنا بيجي لنا وقت ما بنبقاش قادرين اصلا نقوم من على السرير، ما بنبقاش قادرين نفكر، ما بنبقاش قادرين نمسك القلم نكتب اي حاجه. كل الحاجات دي حاجات طبيعيه جدا في كل الناس مش فيك انت بس، يعني ما تفتكريش ان انت كسوله بطريقه اوفر او زياده، لا كلنا بيجي لنا وقت كده، بس اهم حاجه ان ده يكون وقت صغير ونتخطاه بقى، واللي هو خلاص ونشوف بعدين ايه اللي هيحصل. وحاجه تانية برضو ساعدتني ان انا الحمد لله احقق جزء معين من الحاجات اللي انا عايزه احققها. وعلى فكره بالمناسبه الحاجات اللي انت عايزه تحققيها مش لازم تبقى حاجات كبيره قوي، او مش لازم تبقى حاجات فعلا واقعيه وملموسه وكل الناس تشوفها، لا انت مجرد ما انت كان في حاجه جواكي معينه، والحاجه دي بالمناسبه برضو مش اي حد بيبقى عارفها غيرنا احنا بس، مش اي حد هيفهمها غيرنا احنا بس. فطالما انت عايزه تغيري الحاجه لو حتى صغيره قوي قوي اللي جواكي اللي مضايقاكي واللي معطلاكي عن حاجات كتير قوي، ده ممكن يكون هدف، ده ممكن يكون حاجه انت تسعي لها قوي قوي، رغم ان انت ممكن تكوني شايفاها ان ايه ده دي حاجه تافهه قوي وان ده مش هدف، بس لا مجرد ما الحاجه شغلت بالك ومجرد ما الحاجه فعلا حسستك باحساس مش كويس، يبقى ده هدف وهدف كبير جدا جدا بالنسبه لك، كفيل ان انت تحطيه في الاعتبار وتبداي تشتغلي عليه. فالحاجه اللي ساعدتني ان انا احط كل الحاجات اللي انا عايزاها قدامي، يعني الفيجن بورد طبعا ناس كتير تسمع عنها، ولو ما تعرفهاش الفيجن بورد دي ان انت تجيبي الاهداف اللي انت عايزاها كصور وتحطيها قدامك على لوحه كده وتعلقيها على الحيطه، او انا عاملاها مثلا على الديسكتوب بتاع اللاب بتاعي، حاطه صور حاطه كل حاجه انا عايزاها. ده بيخلي العقل بيركز بشكل كبير قوي على الحاجات اللي هو عايزها، وان الحاجات دي طول ما هي قدامه فهو مستعد ان هي تحصل في اي وقت، وطول ما العقل مستعد ان هي تحصل في اي وقت سبحان الله بجد ربنا بيبعت لك فرص من حاجات انت عمرك ما تتخيليها. هتلاقي مثلا فرصه معينه اتفتحت، حاجه جاتلك عشان انت بس كان عندك نيه صادقه وفعلا حطيهم في الاعتبار ونويتي بكل صدق ان انت تعملي الحاجه دي، فسبحان الله هتلاقي ربنا مفتح لك كل حاجه بطريقه انت ما كنتش حطاها في دماغك قبل كده، عشان فعلا قررتي خلاص ان هو جه الوقت انا لازم يا جماعه ابدا اغير ده ولازم اعمل الاهداف اللي انا عايزاها واحققها. وكمان في حاجه ما تتكلموش مع نفسكم زي ما قلت لكم من شويه وتقولوا ان هو لا انا مش هقدر اعمل ده او مش هقدر اعمل ده ليه، لان بكل بساطه لو الاهداف دي حد تاني عملها قبل كده يبقى انا وانتي نقدر نحققها بكل سهوله، عشان طالما قدرات شخص جابت الموضوع ده يبقى هي سهله ان هي تحقق، بس هو الفكره في المجهود او الفكره في الطريقه اللي انتي ازاي هتوصلي بيها. وحاجه تانية برضو انتي مش هتقدري تعملي اي حاجه طول ما الحاجه اللي حواليكي مش مساعداكي، طول ما الناس اللي حواليكي مش نفس مبادئك مش نفس اخلاقك مش نفس اهدافك. يعني انتي ممكن تكوني عايزه اللي هو انا عندي اهداف كبيره قوي عايزه احققها وبسعى لده، وانا فعلا قدراتي وامكانياتي تجيبني لده، بس الناس اللي حواليا مش مساعداني على ده. تاكدي ساعتها انك مش هتوصلي اي حاجه انت عايزاها، عشان مفيش حاجه حواليكي تدل على ده، ولا ناس عندها نفس اهدافك ولا بيئه محيطه عندها نفس الحاجه اللي انت عايزه توصلي لها ولا اي حاجه. فبجد نصيحه بدلوا كل حاجه حواليكوا سواء اشخاص او اشياء بحاجات انتوا تناسبكم في طريقكم اللي انتوا عايزين تحققوه. وفي الاخر بجد كل الاهداف قابله للتحقيق، وكل حاجه بجد بتحلمي بيها ممكن، لا هي مش ممكن، هي اكيد هتحقق، بس زي ما قلت لك هي نيه صادقه، وانك تشوفي بصه كده على الناس اللي حواليكي والاشياء اللي حواليكي وتغيريهم، وتحطي في اعتبارك ان ربنا بجد قادر على كل شيء، ومش كلام وخلاص. لان انا كنت في فتره لما كنت بسمع الكلام ده كل الناس اللي حواليا كانوا بيقعدوا يقولوا لي ربنا قادر على كل شيء يا سما، وعادي انت لو عايزه ده هيحصل ولو مش خير ليكي مش هيحصل. انا كنت ساعتها من جوايا عايزه اجرب الموضوع ده، يعني انا عارفه ان هو كلام وطبعا كلام صح جدا، بس انا كنت عايزه اجربه من وجهه نظري. فلما جربته بجد يا جماعه ان ربنا طالما ربنا اذن بالحاجه دي ان هي تحصل هتحصل بطريقه انتي مش متخيلها ابدا، وبطريقه اكبر من توقعاتك بكتير جدا واحسن من اللي انتي كنتي مرسمه له كمان. فاحنا خلينا مع ربنا بجد وهو هيعمل لنا كل حاجه احنا عايزينها، وان احنا نعمل الحاجات اللي المفروض مننا ان احنا نعملها عشان هو يدينا كل حاجه احنا عايزينها. بس انا كده خلصت، وان شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا حسيتوا ان في حاجه من جواكم فعلا تقدروا تشتغلوا عليها الفتره الجايه بكل اللي تقدروا عليه.
وقولوا لي ايه الهدف اللي انتوا كنتوا عايزين تحققوه وتحقق بطريقه انتوا مش متخيلينها، ايه الحاجه اللي انتوا لسه عايزين تحققوها، حاجه ساعدتكم تحققوا حاجه انتوا عايزينها. قولوا لي كل ده، قولوا لي الفيديوهات الجايه حابين تكون على ايه. يعني خلاص الامتحانات قربت والاجازه جايه وهيبقى عندنا وقت كتير قوي نعمل اللي احنا عايزينه ونعمل افكار كتيره جدا. فقولوا لي الحاجه اللي انتوا حابين تعملوها وتسمعوا عنها اكتر، وان شاء الله اعملها لكم الفتره الجايه. وبس، باي باي.